تورته اقتصاديه وللناس الكسلانه، تورته 4 طبقات وفي الخلاط وبيضتين كمان، وهشه وطعمها في منتهى الجمال. نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدا في الطريقه بتاعتنا. كوبايتين الا ربع من دقيق الكيك او الحلويات، وكمان بعد ما ننخلهم هنحط عليهم ذره من الملح. كمان هنضيف هنا ربع كوب من الكاكاو الخام الغير محلى، وده هتلاقوه عند الناس اللي بتبيع مستلزمات الحلويات. وهنبدأ برضو ننخلهم كويس جدا مع بعض. معلقة كبيرة من البيكنج باودر، هننخلهم كويس جدا مع بعض. والخطوة دي مهمة جدا لنجاح الكيك بتاعنا. لو مش عندكم دقيق كيك ممكن تشيلوا من الكوبايتين الا ربع معلقتين من الدقيق وتحطوا معلقتين من النشا، هيديكوا نتيجة حلوة جدا. هناخد هنا بيضتين كبار حجم كبير، هاخد كوباية من سكر الحبيبات، وهناخد فانيليا ومعلقتين او معلقة كبيرة من الخل، معلقتين صغيرين او معلقة كبيرة من الخل، وهنضربهم كويس في الخلاط. في المرحلة دي وانا بضرب البيض والسكر لازم اتأكد ان السكر داب تماما. لو السكر ما دابش وفضل فيه حبيبات مش بينجح معايا الكيك في الاخر. فاضربهم كويس جدا مع بعض لحد لما السكر يدوب معانا، ونضيف كمان الخل والفانيليا. هبدأ اضيف نص كوب من الزيت، كل المقادير اللي معايا بنفس الكوب، وبرضو هنضربهم كويس جدا. اهم حاجة معايا هنا في المقادير السائلة هي كوب من الحليب. طبعا كل حاجة بتبقى عندي بدرجة حرارة الغرفة او المطبخ اللي احنا موجودين فيه. في بولة هنزل بالخليط السايل بتاعي فيها بالشكل ده، وهنزل عليه بالخليط الجاف، واراعي في المرحلة دي ان انا ما بضربش كتير، وفي نفس الوقت الخليط بتاعي ما يبقاش فيه اي تكتلات. هنا بقى كنت مجهزة الصينية او القالب بتاعي مدهون سمن او دقيق او زبدة او دقيق، وننزل بالخليط بتاعنا. ونراعي دايما واحنا بنعمل اي كيكة ان الخليط بتاعنا يا دوبك بيبقى فوق نص اي حاجة احنا حطينا فيها، سواء قالب او صينية، بيعدي النص بشوية صغيرين عشان ندي مساحة للكيك ان هو يرتفع جوه الفرن. لو ما عندكوش قالب ممكن زي ما انا عاملة كده حلة ألمونيوم تقيل، ولو ليها ودن بنعمل عليه ورق فويل يعني عشان ما يتحرقش في الفرن. طبعا زي ما قلت لكم الفرن شغال على 180، وهنحطها على الرف الاوسط. الكيكه دي ما بيتفتحش عليها قبل ساعه الا ربع يا جماعه، قبل 45 دقيقه مش بنفتح عليها. ممكن تقعد معانا من 45 ل 55 دقيقه، او ممكن ساعه كمان. كان شكلها بعد 55 دقيقه، بس انا قلبتها على طول. بوريها لكم ازاي هي هشه ومرتفعه، وبعد كده هسيبها لحد لما تبرد تماما عشان اشتغل فيها. طبعا انا لسه عامله معاكم الفيديو اللي فات كانت تورته الفراوله، فهتلاقوا فيها طريقه الكريم شانتيه. هنا بس التغيير اللي انا عملته ان انا ضفت شويه من الشوكولاته السايحه، او ممكن تدوبوا معلقتين كاكاو خاف ومعلقتين لبن وتضيفوهم للكريم شانتيه بعد ما بنضربه تماما عشان يدينا اللون الكافيه ده او طعم الشوكولاته. طبعا هنا التورته هيكفيها حوالي كوبايتين من الكريم شانتيه الخام. هنا بقى بعد ما قسمت الكيك بتاعي للطبقات 4 طبقات، هناخد لبن، واللبن ده مذاب فيه قهوة سريعة الذوبان او نسكافيه، ونبدأ نشرب الكيك بتاعنا بالشكل ده. بنعمل فيه فتحات ونبدأ نشربه بالشكل ده عشان يبقى معانا طري وطعمه حلو. هبدأ هنا احط طبقة من الكريم شانتيه بتاعتي واوزعها بالشكل ده. طبعا الكريم شانتيه المقدار بتاعه جوه طبقات بيختلف من حد للتاني. ممكن تحطوه لو انتوا عايزين طبقة سميكة زي سمك طبقة الكيك بالظبط، هتحطوه في القمع بتاع الحلواني او كيس الحلواني، وتبدأوا توزعوه على شكل دوائر. هنا انا مش هحط كمية كريم شانتيه كبيرة في النص، ودي تعتبر يعني كيكة اقتصادية او تورتة اقتصادية جدا. هبدأ هنا اكرر برضو في الطبقة التانية نفس اللي انا عملته في الطبقة الاولى. ولو عندكم الازازة اللي بيبقى ليها بوزة دي ممكن تحطوا فيها اللبن، بيبقى افضل طبعا عشان مفيش حاجة تنزل منكم على الطبق زي ما نزلت معايا بالطريقة دي. وانا حطيت الطبقة التالتة بتاعتي، وبرضو هبدأ احط نفس اشربها باللبن برضو، واحط عليها الكريم شانتيه لحد لما اعمل الطبقة الاخيرة. كده انا خلصت كل الطبقات بتاعتي. طريقة سهلة جدا مش محتاجة منك اي معدات في البيت. هنا بالمعلقة دي وابدأ اساوي الكريم شانتيه من بره كده، يعني بحاول اسويها على قد ما اقدر. نحط كريم شانتيه ونبدأ نساوي بالشكل ده. بخاخ مية كده من بعيد تدي بخة بسيطة عشان
تساوي معاك الكريم شانتيه بشكل احترافي بقى زي الطرط اللي انتي بتشتريها جاهزة. وهنا بقى دي شوكولاتة سايحة هنحطها بقرطاس، نبدأ نعملها على الحواف بتاعة التورتة عشان تنزل معانا وتعمل معانا الشكل ده. ممكن كمان تحطوا في النص لو انتوا عايزين كمية شوكولاتة اكتر. انا هكتفي بس ان انا اعملها ديكور. وده شكل ممكن تغيروا في الشكل زي ما انتوا عايزين. الناس اللي مش بتحب تعمل كده او مش هتعرف تساوي كويس ممكن تبشر شوكولاتة وتوزعها. انا اخترت اعمل عليها كام روزيتا كده بالقرطاس والقمع بتاع الحلواني، وحطيت كمان كام واحدة اوريو للزينة، وابدأ كمان بس اساوي الشوكولاتة اللي نزلت على الطبق. وده كان بقى الشكل النهائي. ممكن تغيروا في الشكل زي ما انتوا عايزين. من اوفر الطرط اللي انت ممكن تعمليها، وحلوة جدا جدا، طعمها في منتهى الجمال. وكمان ممكن تسعفك في اي مناسبة لو انت عايزة تعملي تورته في الخلاط. كمان انا هفتحها لكم وهي من جوه عشان تشوفوا الطبقات بتاعتها عاملة ازاي وازاي طرية. بصوا السكينة بتنزل فيها على طول. فحلوة جدا جدا. جربوها بالطريقة دي وهتعجبكم. أكرمكم الله بالعفو والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.